شوف هذه دانيت منزلي اقتصادي. هاد السيد كيصوب دانيت بواحد الطريقه اللي هي سهله وبمكونات اللي هي بسيطه، وتيقول لك على انه تيطلع بحال داك اللي كنشريوه من الزنقه بل واكثر منه، والجميل في الامر على انه اقتصادي بحيث على انه واحد الثمن اللي هو قليل ممكن نحضر واحد الكميه اللي هي كثيره. وايلي زعما تصدق نجربوها. الاصدقاء اول حاجه غادي نبداو بها هي واحد السيترو ديال الماء غادي نخويوه هنايا. دانيت غنصوبوه غير بالماء. اوكي. واحد 3 معالق كبار ديال سنيده، واحد 3 معالق كبار ديال الكاكاو، وواحد 5 معالق كبار ديال الحليب المجفف، وواحد 2 معالق كبار ديال النشا. شنو غادي نديرو دابا؟ انا ذات نفسي مش عارف. غادي نحركو كلشي على البارد تيذوب داك النشا وتنسجم داك المكونات مع بعضياتها. هذاك الساعه غنحطوه فوق البوطه. غادي نقول لكم في الاخر بشحال باش تقام باش نشوفوا واش يطلع لنا اقتصادي على ديال الباكيه ولا لا. من بعد ما داب كلشي نجيبوا البوطه ديالنا ونشعلوا عافيتكم متوسطه ونبداو نحركوا في هذا الخليط ديالنا تيبدا كيتقال. على دلعونا على دلعونا راحوا الحبايب ما ودعونا، نحن الارانب نحن الارانب نجري ونلعب في كل جانب، نحن الثعالب نحن الثعالب نجري ونسطو على الارانب، بالله عليك بالله عليك. نسيت على الكماله الخوت، فكروني الخوت في الكماله. فوالا هو دابا بدا كيتقال وبعد الخوت ريحه الدانيت عاطيه، بس نخليوه تيتقال 100%. يبدا كيبقبق بحال هكا نعرفوا تقريبا راه وصل للقوام اللي بغينا. غادي نطفيو عليه وغادي نزيدو واحد شويه ديال الماء ونحركو واحد شويه باش ما يجمدش لينا في مره ملي ندخلوه للثلاجه. ودابا باش غادي نديرو غنبداو كنعمروه في الكويسات ديالنا بهذا الشكل هذا باش غادي ندخلوه للثلاجه. دابا تقريبا دانيت العاديه الكميه اللي كتكون فيه ولا اقل من هكا. عمرت هاد الربعه هادو. شي الاخر اللي بقى غادي نخويه في هاد الزلافه الكبيره هادي. ودابا الخوت هادو اش غندير لهم؟ غنخليهم حتى غيبردوا، من بعد غندخلوهم للثلاجه، ومن بعد ديك الساعه غنتلاقاو ونشوفوا المذاق ديالهم كيفاش داير، واش بحال دانيت ولا ماشي بحال دانيت، ونشوفوا حتى واش اقتصاديين شحال عطاتنا الكميه ونقارنوهم مع دانيت العادي باش في الاخر نخرجوا بخلاصه. بعد ما وريتكم الشكل ديالهم من الفوق كيفاش جاو، هذا هو الشكل ديالهم قبل ما يبردوا بطبيعه الحال. اوريكم الشكل ديالهم من ورا ما يبردوا. شوف القوام تقريبا ديال دانيت. ودابا الاصدقاء من بعد ما برد دانيت ديالنا هذا هو الشكل ديالو. جبت هنا واحد دانيت باش نقارنوا معاه من ناحيه القوام. هذاك الساعه نشوفوا المذاق. غنخويه هنايا بسم الله. فوالا ديال الكميه اللي كاينه هنا في دانيت. وغنشوفوا دابا حنا هاد الكاس اللي صايبنا من ناحيه القوام تقريبا شي شويه قريب ليه، ولكن الكميه اكبر واللون ادكن. شوف يبان لكم اللون ديال هذا دكن على هذا. علاش؟ استعملت الكاكاو من اللون الداكن، كاين الكاكاو اللي اللون ديالو فاتح. دابا اهم حاجه هي المذاق. شوف الخوت هذا هو الشكل ديالو ديال داك اللي صوبنا، وهذا الشكل ديال الحقيقي. من ناحيه اللون مختلفين كما قلت لكم حيت انا استعملت كاكاو داكن، نتوما تقدروا تستعملوا كاكاو فاتح يطلع لكم تقريبا نفس اللون. وحتى من ناحيه الاقتصاد هذا شحال تقام عليا هذه الكميه هذه كامله، يعني تقريبا هذه راه فيها الدوبل ديال هذه، وها هما 3 وحدين اخرين، وهنا تقريبا يكونوا شي جوج من هادو. دونك بحال تقريبا صوبنا شي 6 حتى 7 من هذا. وبشحال صوبناه؟ 5 دراهم ديال الكاكاو، 5 دراهم ديال الحليب بودره، درهم ديال سنيده، درهم ديال النشا، وكاس ديال الماء. يعني تقريبا بحال تقام علينا بشي 12 درهم. ولكن دابا غنشوفوا المذاق. ندوقوا دانيت هو الاول بسم الله، ودابا غنقارنوه بهذا ونشوفوا واش جا بحالو ولا لا. بسم الله. والله تيجي بحالو بنسبه 90% او اكثر من 90%. تقريبا بحالو. هذا زيد في الحلاوه، لا حنا درنا السكر بزاف. الا بغينا يجي حلو بحالو نديرو السكر. ومن ناحيه التكستير او الملمس هذا شي شويه كريمي اكثر، هذا اقل كريميه، ماشي من ناحيه الشوفه ولكن من ناحيه الملمس. هذا كنحس به بحال كيزلق بحال فيه الزيت، هذا بحال ما فيهش الزيت. ولكن من ناحيه المذاق اللي هي اهم حاجه قريب ليه واحد تقريبا 90 95%. وبالتالي ب 12 درهم عوض ما نشريو 4 من هذا نقدروا نصوبوا تقريبا 7 و7 اللي هما منزليين. وهكا الوصفه ديال دانيت صراحه عجبتني وغنعتبرها ناجحه وغادي نعطيها 9 على 10.